السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النبأ. الدنيا كلها مقلوبة والشجرة ذاتها انقلبت. سورة كاملة ولا فيها كلمة شجرة أو شجر وهكذا. كواعب أترابة. كواعب أترابة نحن اليوم جبنا عنب طبعا، لكن مش العنب الأصلية، يعني عشان بس نقدر نشرح ونوصل المعلومة. الطول واحد، الحجم واحد، الطعم واحد، العمر واحد، لابسات وملابسهن نظيفة. كاسا بهذا، لما تعصر حبة من هنا هكذا، تعصر الحبة يفضل أو يبقى لك في يدك كسى العنبة، كسى حبة العنب. كاسا دهاغة معناها الكاسيات، معناها كاسيات. ودهاغة ملابسهن مدهوكة ومغسلة ونظيفة، كذلك ملابسهم مغسلة ونظيفة. حدائق. حدائق الفوز، والذي حدق معناه الذي فاز والذي أخذ الناموس. طيب، هذا العنب تجي سواء كان أنثى أو ذكر، يحجز يقطف عشان ينال الفوز. طيب. 10 مرة نخبط على باب فما استطاعوا واستطاعوا، قالوا له سنعطيك خرجا لأننا تأذينا من ياجوج وماجوج. وبعد عملية البناء أراد أصحاب الوجعة تجريب الجميل، فما استطاعوا أن يصروه وما استطاعوا له نغبا. اهبطوا مصر، وتعني إلى أرض الفيضان والدميرة. ومن الذي قال لك أن مصر علم والعلم لا ينون؟ هل سألتم ساكني جنوب مصر أو جنوب الوادي؟ طيب. تبت يد أبي لهب وتب. اليد التي امتدت معنا، يعني شرح الآية، اليد التي امتدت واستطالت سنيبسها لك، وستقوم امرأتك ذات اليدين بحمل الحطب ورميه من فوق أبو لهب وهو في النار. وتب. الوتب هو التيبس، تيبس الأعضاء والشد العضلي وهكذا. بيقولوا عليه شنو بتاع هشاشة العظام، كل الأوجاع. وكلمة تب هكذا، تب هكذا، وتعني قمنا لك، وتعني وقفنا طولنا لك، وتبا لك قياما لك. وكلمة تب لا تعني الهلاك والتدمير، وبالتالي تسقط كل التفاسير لآيات القرآن التي انبنت على جذر كلمة تب، على أساس أنها كلمة تعني التدمير والهلاك والخسران. تتبيب وتباب لا تعني الهلاك والخسران. تتبير وتبر لا تعني الهلاك والتدمير. تبارة لا تعني الهلاك. يوشع بن نون بن سيدنا يوسف عليه السلام، وسيدنا يوسف هلك، أي ذات يعني معناه في خلل في رواية سفر التكوين يؤدي إلى خلل في كل السفر.
طبعا ده جزء من الارشيف من فيديوهات تلخيص لاثنين فيديو 3 فيديو قدمتهم قبل كده، وهذا تلخيص للفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.